ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. النهارده في مطعمنا المتواضع في الارياف. هنا هوت. بنقوم من الساعة 4، طبعا بنصلي الفجر وننزل. نفتح حوالي الساعة 5، 5:30 كده. بنجهز بقى حاجة العجينة، بنجهز الفول، بنجهز حاجتنا عشان نبدأ ايه في تجهيز الطعمية والفول يعني. هنا هوت بقطع الخضرة. هنا معايا مصري اهو، بتحتاج لها مصري يعني. ماشي معايا تقطيع المصري. لازم المصري يتغسل كويس جدا ويتنقى، يتشال اي مثلا حاجة مش كويسة فيه، حاجة تدوري فيه مثلا على قش، على حاجة، لانه بيتربط بقش. لازم تغسليه كويس وتدوري فيه كويس، تشطفيه يعني شطفة حلوة. تمام. هنا انا بقطعه اهوت. لازم تخرطيه تخريط صغير كده عشان مكنة الفرن ما بتحتاجش تخريط الكبير. بت بتخرطيه هنا. تمام. ولازم تكون السكينة حامية معاكي علشان ما يتقطعش منك او ما يتبهدلش منك. وما تنسنيش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ولايك وكومنت حلو منك كده. هنا هوت كنت خلصت تقطيع المصري. هو بيحتاج مصري، لا اما مصري بس، يا اما كرات بس، يا اما مصري وكرات. بس احنا بنضيف الاتنين، مصري بقى وكرات وبصل ناشف وتوم، واللي هي ايه الحاجات بتاعته بقى، البهارات بتاعته وكده يعني. ما شاء الله مصري فريش اهو، اخضر زي ما انتوا شايفين، وصابح جميل جدا. لازم يكون مصري حلو كده عشان ريحته تبان في العجينة وفي الطعمية يبقى حلو كده. وبرضك الكرات معايا اهوت غسلته، برضو كرات يعني ايه يكون كويس برضك، اخضر وفريش كده. بدأت اقطع في الكرات اهو، غسلته غسلة كويسة ونشفته برضو من المية. وهنا بقطعه اهوت. تنسنيش يا حبيبتي في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. المهم ان احنا بنصحى من الفجر. لازم نصحى قبل الفجر كمان عشان ايه نبقى جاهزين كده للحاجة يعني لشغلنا وكده. والحمد لله ان اليوم بيعدي بسلام وبيعدي بخير. انا وجوزي اللي فاتحين مطعم على قدنا كده في الارياف زي ما انا قلت لكم. مش عيب تشتغلي وتساعدي جوزك وتسانديه. الشغل مش عيب ولا حرام. العيب واللي مش كويس ان انتي تمدي ايدك لحد، ان انتي تتحوجي لحد. ربنا ما يحوجناش لحد يا رب جميعا. هنا غسلنا الفول اهو. هنا بقول لكم المكنه اهي اللي احنا بنفرم فيها. غسلنا الفول اهوت غسله كويسه. بنشطفه كده تحت الميه. احنا بنبقى نقعينه، يعني بنبقى نقعينه من قبلها بيوم عشان يطرى كده في الفرن. هنا اهوت غسلنا كميه الفول وحطينا عليها الخضره كلها. وطبعا فرمت البصل والثوم وحطينا عليها برضو. وهنا اهي شكل العجينة اهيت وهي مفرومة، خضرة اهي وفريش، جميلة جدا وريحتها جميلة. هنا اهي العجينة بعد ما اتفرمت لسه وش تاني. تمام. عشان الوش التاني كده ايه يدينا كده وهو بيجهزها وتبقى ايه يعني. وهنا دي الحلة هو جاهزها طبعا. ودي هي بعد ما طلع من الزيت من الطاسة، جميلة جميلة جميلة. ترش عليها بقى شوية بهارات من فوق كده من على الوش،
بصوا خضرة وفريش ازاي، جميلة جدا. هنا العيش اهو، انا بطلعه من الفريزر، ببقى جايباه قبلها بيوم، حاطاه في الفريزر عندي، ومطلعاه كده مفرضاه على الرخامة علشان ايه يفك كده. وهنا الطبق المطول ده بحط فيه المخلل. المخلل ده جميل تحفة. المخلل اهو، هنقص بس شوية مية من المية دي، وبكده المخلل جاهز معايا، والطعمية جاهزة معايا، والفول برضو جاهز معانا. الواحدة بتشتغل عشان تساند جوزها وتساند عيالها، ولحد ما توقف جوزها يعني على رجليه. طبعا ربنا يديله الصحة يا رب ويخليه. جوزي هو اللي ساندني وفتح لي القناة، و ويعني وعطيلي الدعم وعطيلي الدفع ان انا اشتغل، و... وطبعا اعمل عيلة تانية جميلة اللي هو انتم، و... وان شاء الله يعني ايه دايمين مع بعض العمر كله ان شاء الله، من غير مقاطعة يعني. وربنا يخليكم ليا وانتوا عيلتي التانية. هنا اهوت قطعت السلطة، بقطع طماطم بغسلها كويس وبشيل القمع بتاعها، وهنا بدأت أقطعها اهو. الحمد لله على نعمة اليوم اللي بتعدي بخير وبسلام. مفيش ما تقوليش لا طبعا اضيع صحتي، لا اشتغل ازاي، المفروض هو اللي يجيب لي وهو اللي يعمل لي. لا طبعا انزلي واشتغلي وساعدي معاه وسندي معاه، مش عيب ولا حرام. العيب ان انت تشوفك او حرام ان انت تشوفي جوزك محتاج لحد، او محتاج لحاجة، او لا قدر الله مثلا بيمد ايده لحد. لا طبعا الحاجة وحشة، ما تحوجيش نفسك ولا عيالك ولا جوزك لحد. على قد ما تقدري ساعدي جوزك وسنديه. هنا الطماطم لازم تكون جامدة معايا عشان يعني ايه ما تتبهدلش مني، او تبقى طرية كده مش هتكون كويسة ولا هتكون حلوة. جميلة هي وحمرا وجميلة زي ما انتوا شايفين. وهي الطماطم غالية اصلا، كده كده الطماطم غالية، الكيلو ب15 والكيلو بربع ب15، مش مش رخيصة ولا حاجة. يعني هوت بدأت أخلص الطماطم، تقطيع الطماطم. احنا فاتحين المطعم ده من زمان، داخلين على السنة اهو تقريبا، وما شاء الله يعني كويس جدا. والطعمية فريش اليوم بيومه، والعجينة برضو فريش جميلة جدا. انا على فكرة ما بحبش يعني ايه اقطع الرخام يعني. انا يعني ايه يعني النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، النبي عرب. انا بحب اقطع يدوي على ايدي زي ما انت بتعملي سلطة في البيت. بس انا هنا ايه عشان التصوير، وهنا خلصت السلطة اهي. انا بقطع شوية بشوية، لان ايه عشان مفيش حاجة تبوظ تترمى تتركن، خسارة طبعا الحاجة غالية. انا بقطع بالطلب، خلاص السلطة معايا خلصت بعمل غيرها. وحطيت هنا عليها جرجير والشبت. وهنا عملت كمية سندوتشات ما شاء الله ما شاء الله. وعملت كمية تانية بعد كده بس ما صورتهاش معاكم، انا صورت دي بس. الحمد لله الحمد لله يا رب، فضل ونعمة من عند ربنا. وما تنسونيش في المشاركة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وده المخلل معايا اهو والسلطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.